كل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل، يلا اعمل لي المخلل بسرعة. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. هنعمل معانا مخلل مشكل. أي خضار عندك متاح اعمليه. أنا جبت جزر وجبت خيار وجبت فلفل. طبعا تنقي الخيارة الناشفة اللي هي الحجم الوسط كده زي ما انت شايفة. ممكن تجيبي الفلفل ده وتقطعي حلقات، أو فلفل الصغنن ده برضو بيبقى حلو. طبعا الجزر بنقشره والخيار بنسيبه زي ما هو. عندنا قطعة المخلل دي بتقطعه معانا بالشكل ده، بتعمل فيه زجزاج كده بيبقى شكله حلو. هنحاول نقطع الجزر أرق طبعا من الخيار، لأن الجزر بياخد معانا وقت في التخليل. زي ما احنا شايفين كده بقى، نقطع الخيار كله والجزر. هنروح هنا بقى على القرنبيط. انا قطعته وغليت ميه، يا دوبك بنزله في الميه السخنه وبشيله، حتى مش بسيبه ياخد غلوه، انا بنزله في الميه السخنه ونشيله. يستحسن نشيله على ميه ساقعه. وبرده هتنقي الجزر، هتنقي البصل الاورمه اللي عندك الصغير ده، برده هتديله كده لفه في الميه السخنه. يقلب بس قلبه واحده، البصل يقلب قلبه واحده، وتقومي شايلاه. برده يستحسن تشيليه برده على ميه ساقعه. كل طبعا ما انت هتكتري في تشكيلة المخلل هيزود لك من البكتيريا النافعة اللي انت بتعمليها في المخلل. كل ما تزودي انواع الخضار هيديكي انواع بكتيريا نافعة اكتر. وطبعا احنا مش هنحط خل زي ما قلنا، وهيتخلل معانا في 3 ايام 4 ايام بالكتير. شلناه يستحسن زي ما قلت لك هتشيليه على مية ساقعة، وهنسيبه بقى نحطه في الميه الساقعه ونشيله ونقلبه على بقيه الخضار الجميل بتاعنا اللي احنا قطعناه قبل كده. يبقى معانا فلفل ومعانا خيار ومعانا جزر، وبرده كنت سلقه ليمون عادي، برده بتديله كده كام غلوه، غلوتين 3 الليمون، وبرده تحطيه معاه. وقرنبيط معانا، والليمون ما شاء الله نوع جامد وخطير معانا من تشكيله المخلل. معانا بقى المحلول الملحي. على كل كوباية مية هنحط معلقة من الملح، اللي هو البحري ده، بيبقى خشن شوية كده، بتلاقيه عند العطار، او تحطي الناعم لو مش عندك. ضربنا بقى قرنين فلفل حلوين كده مع فصين توم، هندوبهم بقى في المية. عايزة تحطي شطة حطي، ممكن دي تكون هريسة حامية مش فلفل احمر بارد. ومعلقة من السكر عشان يخلي المخلل معانا مقرمش. ومعانا طبعا الورق اللورا اللي بيخلي المخلل مقرمش، وبرده بيحميه من العفن. احنا بقى هنقلب كل الخلطة الحلوة دي ونحط كل تشكيلة المخلل في البرطمان. طبعا نكون غاسلينه ومعقمينه. بنعقمه ازاي؟ هتسخني الفرن قوي قوي، وتقومي غاسله البرطمان ومنشفاه من الميه وحطاه في الفرن بعد ما تطفيه. تمام. وبعدين هنحط بقى كل تشكيلة المخلل بالشكل ده. يلا ما عادش غير كام يوم على رمضان، قومي كده وتشجعي واعملي لك شويه المخلل. بصراحه يا جماعه مخلل بره بيحطوه في براميل شكلها غريب، وما تعرفيش بقى طبعا المواد الحافظه اللي بيحطوها. على الاقل احنا مش بنحط مواد حافظه مضره في الاكل اللي بناكله، عارفين احنا حاطين ايه بايدينا. طبعا هزة البرطمان بالشكل ده بتشلك اي هوا وتخليكي تحطي كميه اكبر. زي ما احنا شايفين كده معانا. والخلطه الحلوه اللي عملناها دي ممكن هنحط فيها كمان شويه كركم، نسيت اقول لكم، شويه كركم كمان مع معلقه السكر، ومع مقدار كل كوبايه عليها معلقه ملح. هنبدا بقى ننزل الخليط بتاعنا ده كده بالشكل ده. نملى البرطمان كده، نحاول نضغط عليه كده بايدينا، ونجيب كيسه هنحط فيها شويه ميه، كيسه تلاجة صغيره نحط فيها شويه ميه، وهنحطها على وش المخلل على اساس ينزله لتحت. وطبعا الاول هنرش شويه زيت، يبقى نحط شويه زيت على الوش، وبعد كده هننزل بالكيسه دي بالشكل ده. واستحسن هنحط البرطمان تحت طبق غويط على اساس لو نزل منه اي حاجه ما يبهدلكيش المكان. وهنقفل عليه كويس بالشكل ده. وما شاء الله 3 ايام 4 ايام هتلاقيه جميل وزي الفل.
انا برضو كنت عامله لكم على القناه الليمون السريع، شوفوه برضو، شايفين تشكيله المخلل؟ والله بجد يفتح النفس يتاكل ني. كل سنه وانتم طيبين. يا رب كده بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقود، ورمضان كريم علينا كلنا.